ماذا تتوقعون؟ ماذا تنتظرون؟ بالتأكيد أنها مباراة في غاية التعقيد أصحاب الأرض، ذلك لفوارق الإمكانيات الكبيرة والبداية الصعبة لفريق النجمة هذا الموسم. النجمة يلعب ببراغا، جواد الياميك، خالد عيد، سمير كايتانو، عبد الله هوساوي، فيتور فاراغاس، بينما محاولة خطيرة جدا تعود بعد ذلك في اللحظة الأخيرة الحارس براغا والإبعاد بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله الشامبريدي بفلوريس. بالنسبة للحارس فريق نادي النجمة لا شك أنه سيكون صراع كبير جدا هذا الموسم، صراع من أجل الفوز باللقب، وكرة خطيرة وبول يتدخل ولا زالت تسديده، 1-0 يا نجمة، هدف أول. الله الله، البداية مثيرة، البداية جميلة، نجمة عنيزة تعود هنا بانطلاقة رائعة في هذه المباراة. الله على هذه البداية، خطأ فادح من الدفاع الهلالي، يستغل لازارو ويزور الشباك الهلالية بهدف مبكر. ربما الكثير انتظر هدفا في الجهات الأخرى، لكن النجمة تبدأ بقوة، النجمة تبدأ بقوة في هذه القمة. هذه اللقطة خطأ فادح من حسان، حاول بعد ذلك التدارك ياسين، لكنها اختارت لازارو، وقدم لازارو اختارت المرمى لأنها تعرف جيدا طريق المرمى، لأنهم أرادوا أن يذكروا الجميع بما كانت تقدمه نجمة عنيزة سنوات طويلة في كرة القدم السعودية. يا لها من بداية لأصحاب القمصان الخضراء، وبعد ذلك تغطية وتدخل، لكنه هدف جاء عكس ما يتوقع الكثيرين، ببداية مبكرة جدا وبداية رائعة جدا ومرتدة سريعة جدا ومحاولة خطيرة في اليسار. لا زالت النجماوية بكرة من جانب كيوتو، كيوتو يحاول أن يمر كيوتو بلمسة إلى لازارو، لازارو تسديدة لكنها في يد ياسين، خطيرة مرة أخرى. متعب في الجهة اليمنى، الهلال يتقدم، مالكوم سافيتش، عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. لمسة في وسط الميدان، روبن نيفيز إلى مالكوم، تمريرة الرد مرة أخرى. الهلال يتقدم بهجمة من مالكوم، البحث عن التمريرات، عن اختراق التحصينات الدفاعية. النجماوية متراجعين، هجمة في الجهة اليسرى، سالم بلمسة بالتمريرة جميلة، الدفاع تدخل، مالكوم، ليوناردو باتجاه مالكوم لكن الدفاع يتدخل. بقدر ما أن الهلال بدأ خطيرا في مرات في أحداث هذا اللقاء، التمريرة من سالم لتيو، نيكوفي سافيتش للوراء، لمسة من حسان، مرور جميل، الله، ليوناردو، خطيرة خطيرة خطيرة، ولا أروع يا زعيم، هدف التعادل سريعا جاء، الرد جاء سريعا للزعيم بعد عمل كبير في اللقطة الماضية. ماذا فعل ماركوس ليوناردو؟ مهارة جميلة في اللقطة الماضية، والتورنيدو يستعيد تألقه، والتورنيدو يستعيد نشاطه، وأفضل لاعب في آسيا بدأ يستعيد قيمته وقوته بعد أن سجل في مباراة الغرافة. الله على ماركوس، ليوناردو للحربي، وسالم يرفض أن يسجل هدفا جميلا. دائما بهذه الصورة، بهذه المهارة، الزعيم يتعادل بأمر القائد سالم الدوسري، يعود إلى الواجهة مرة أخرى، وأفضل لاعب في آسيا بعد أن سجل في الشامبيونز ليج على مستوى القارة الصفراء، يسجل اليوم في دوري روشن بعد مباراة الغرافة. هنا في مباراة النجمة إلى حسان تنبكتي، تغيير اتجاه اللاعب في اليسار عند سالم بكرة أمامية، تيو، مرور جميل، تيو، مهارة تيو، لكن التغطية في اللحظات الأخيرة، الدفاع يتدخل، وبعد ذلك الكرة إلى وجود خطأ لمصلحة فريق نادي النجمة في اللقطة الماضية. طبعا تيو في الدور الهجومي بارع جدا للنصر هذا الموسم، والاستمرارية الرائعة لفريق جورجي جيسوس، ونفس الأمر لفريق الشاموسكا. سالم يفتك كرة المرتدة 3-على-3، خطيرة خطيرة، محاولة لمالكوم، مالكوم يبحث عن التمرير، مالكوم يبحث عن المرور، مالكوم يتأخر، وجه
جواد اليميك يتدخل لتضيع الفرصة في المرتدة الهلالية. تغيير يتم إذن. متعب الحربي يترك مكانه لحمد اليامي بعد مضي تقريبا 24 دقيقة لعب. بونو إلى نيفيز. روبن طويل الكرة خلف المدافعين خطيرة جدا، لكن الحارس يصل الكرة في اللحظة الأخيرة من جانب فيكتور براغا. حل الكرات الطويلة، الكرات اللي تأتي من قدم روبن نيفيز. يوسف يبحث عن الكرة العرضية، فلا زال هنالك سيرجي ينتظر. أمامية جميلة خطيرة باتجاه تيوب، يحاول يمر لكن الدفاع ولا زالت. سالم مر يحاول بكرة خطيرة ولكن الدفاع تدخل. يا إلهي، عودة مرة أخرى، هجمة مرة أخرى، عرضية مرة أخرى، هجمة هلالية لا تتوقف والدفاع يتواصل لكن الدفاع يتدخل. سريعا ما تعود الكرة هلالية ولكن لا زال بدون حلول. طويل الكرة خطيرة، الكرة جميلة باتجاه مالكوم. عدى مالكوم بكرة خطيرة لكن الدفاع تدخل. يا إلهي على الكرات الطويلة الرائعة المتقنة اللي تخرج من قدم روبن نيفيز. تحرك رائع لمالكوم ولكن دفاع تدخل في اللحظة الأخيرة لتخرج الكرة بعد ذلك إلى ركنية. ضربة وحيدة لكنها تكفي حتى الآن بالنسبة للنجمة الحصول على نقطة. نقول حتى الآن في هذه الوضعية بالهدف الوحيد اللي كان للازارو خاطئة تصل إلى ليوناردو. تمريرة الرد ليست لأحد، بعيدة على سالم، وفي الأخير تحولت في الأخير إلى وجود ضربة مرمى تصل الكرة من جانب روبن نيفيز. تحرك هلالي لمالكوم، بينية خطيرة وسيرجي بالتسديدة لكنها بعد ذلك صدمت في الدفاع. حاول في هذه الأثناء على تنفيذها نيفيز. روبن في القائم الثاني خطيرة لكن الحارس يتدخل. جميل النقطة الأخيرة. فيكتور براغا أمام نيفيز، أرادها في زاوية بعيدة ولكن الحارس يتدخل ليستمر الهجوم ويستمر استبسال الحارس. سيطرة الهلال بدون أن تأتي بشيء حتى الآن للمحاولة الهلالية. محاولة مرور في تغطية خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة القائد على تنفيذها نيفيز. تسديدة خطيرة لكن الحارس يتألق. أي تصدي هذا، روعة من جانب فيكتور براغا، روعة يتدخل قبل وصول الكرة إلى ليوناردو. الآن إلى سيرجي مالكوم. سيرجي وبينية لا تكتمل ودفاع لا زال صامت، ثم إلى مالكوم. تيو هرنانديز. سيرجي في مكان خطير بتمرير الونتو خطيرة لتيو. كرة فيها تسلل النقطة الماضية. يا لها من فرصة خطيرة ولكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل. فيها تسلل بين سيرجي وتيو وليوناردو. هرنانديز كان متسلل. راكان على تنفيذ هذه الركنية بكرة في القائم الأول خطيرة بالراس لكنها جاءت عالية. كرة اليامي بكرة طويلة باتجاه سيرجي. تحذير بالراس بعيد اللقطة. نيفيز بمهارة يفتك كرة لكن في الأصل فيها خطأ على نيفيز. رفع القدم وبالتالي كانت اللقطة الأخيرة في أحداث شوط المباراة الأول اللي ينتهي بهذه الصورة، بهذه النتيجة، بهذه الوضعية في أحداث هذه المباراة، مستغلا خطأ دفاعيا هلاليا. ثم عاد سالم الدوسري في أحداث هذه المباراة لاعبي دوري روشن. كرة تصل بجانب مالكوم. اليامي تقدم هجومي، اليامي محاولة مرور، اليامي مر خطيرة بكعب جميل إلى مالكوم، ثم سيرجي تسديدة ولكن الدفاع يتدخل. يا إلهي، يا لها من فرصة كانت جميلة وخطيرة لكنها بعد ذلك بوجود خطأ تدخل لكيوتو روميل. شوف الصراع مع تشيك راكان طليحي شمري لمسة لكن فيها تغطية يسعد الكرة. سيرجي وضع جسمه، حصل على كرة خطيرة. هذه الهجمة هلالية. سالم يبحث عن التمريرة وتمريرة الرد خطيرة الكرة لكنها عدت. يا الله، لا زال الدفاع صامت، لا زال الدفاع متواصل، لا زال الهلال يهاجم، لا زالت النجمة تدافع. ومرة كان حاول أن يغالط الحارس. نيفيز حطها باتجاه المرمى لكن الحارس. مباراة كبيرة يا براغا. لازارو مع حسان، تدخل وبعد ذلك
فينيسيوس قد يحصل على انذار. الحكم راح يراقب اذا كانت تستدعي البطاقه الحمراء انه في خشونه وضرب متعمد، بالتاكيد بدون كره قرار ببطاقه حمراء. الحكم ماذا قرر الغاء الصفراء ليخرج البطاقه الحمراء لنازارو فينيسيوس في هذه الاثناء. قوه مفرطه، ضرب متعمد بدون كره. قرار الحكم ليس بالصفراء بل بالحمراء. بالتاكيد على النجم الذي سيلعب ب10 لاعبين. هذه اللقطه دون ادنى شك. راحت الكره، بعيد الكره. عبد الاله، تغيير يتم على مستوى الهجوم بالنسبة لسيموني إنزاغي. خاطئ الكرة تصل إلى جواد، اليوم يكفي كرة عرضية خطيرة، والثاني للنجمة بخطأ قاتل. نعم والله مباراة يميك، والله مباراة جواد يميك بهذا العمل الكبير جدا في الدفاع، وبعد ذلك صناعة الفرصة، صناعة الخطر. انظروا ماذا يحدث في بريدة. النجم يتقدم على الهلال بالهدف الثاني. خطأ كان كارثيا بين بونو ونيفيز. يا نيفيز في العادة أفضل من يلمس الكرة ويبني الهجمة وينفذ الكرات الثابتة ويستغل الكرات الثابتة. الآن في المكان الخطأ، باللمسة الخطأ، بالكرة الخطأ، يضع الكرة في شباك فريقه ليتقدم النجم بعد ذلك بالهدف الثاني. اليامي بكرة سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، روبن نيفيز، تمريرة تصل باتجاه سالم الدوسري، تيو هرنانديز. شوف الترابط الدفاعي، شوف التراجع بهذا الكم من اللاعبين. كرة عرضية من جانب سالم خطيرة، وكرة لكن الدفاع تدخل. جميلة اللقطة الأخيرة، الكرة اللي كانت بين سالم سيرجي لبراغا على جهته اليمنى بلمسة إلى خالد عيد وسط الميدان. عبد العزيز الحرابي، تدخل من جانب تيو، لا زالت الإجماوية. حكم اللقاء يحتسب خطأ في هذه الأثناء وإنذار على هرنانديز. انذار على هرنانديز. نيفيز إلى مالكوم، كرات هلالية بحثا عن الثغرة، عن الفرصة، عن الوصول، عن التعادل. مالكوم يحاول أن يمر، يكسب الخطأ. كان من عبد الاله. بعيد اللقطة مرة أخرى باتجاه سيزار، مرة أخرى من جانب سيزار بلمسة خطيرة إلى نيفيز. عرضية داخل المنطقة لكنها تبعد. مرة أولى من جواد، مرة ثانية من الدفاع، والمحاولة باتجاه نيفيز تصل للوراء. تيو بالقدم اليسرى، تسديدة لكنها صادمت في الدفاع. مع زيادة حجم الضغط الهلالي وتراجع النجماوي. تيو مرة أخرى باتجاه سيرجي، بينية خطيرة جميلة. اكتمل المثلث في هذه اللقطة، اكتملت الكرة الجميلة بإدراك التعادل بعد فرصة في منتهى الخطورة. مرة أولى من تيوب. شوف الكرة، اللمسة الساحرة، التناغم كان رائعا جدا في هذه المباراة. من المرات اللي نشوف فيها تناغم كبير بين سالم تيو هرنانديز لم نشاهده في مباريات عديدة هذا الموسم. المهمة صعبة جدا، معقدة للغاية للنجمة. ب10 لاعبين تقابل هلال، أمر صعب. سالم خطفها، تمريرة خطيرة والكرة تمريرة. هل كان متسلل ليوناردو في هذه اللقطة؟ بدأ أنه فيها شك. الكرة الأخيرة، الإعاقة أين حدثت؟ هل كانت داخل المنطقة بوجود ركلة جزاء أم خارج المنطقة؟ الحكم ماذا قرر؟ البطاقة الصفراء الثانية. الأمور تزداد تعقيدا يا نجمة. ينظر إلى الشباك، نظرة إلى المرمى. نيفيز ومالكوم، عاد مالكوم 4 خطوات إلى الوراء، يسارية أم باليمنى؟ سننتظر. روبن نيفيز والثالث يا سعيد. بالعقل، بالقوة، بالروبن، بالكرة الثابتة، بالعودة المثيرة
شخصية الزعيم، الريمونتادا في ليلة مجنونة. سجل نيفيز في مرمى النجمة بعد هذه اللقطة، الكرة التي صدمت في الجدار في منع عبد الإله. يا إلهي، حطها نيفيز في عبد الإله الشمري، واختار طريقها بعد ذلك إلى شباك الحارس فيكتور براغا. بهذه الصورة ردة الفعل من جانب إنزاغي، وإنهاء هذه المباراة المعقدة. مالكوم في الجهة اليمنى باتجاه كايو، سيزار، سيرجي. يا إلهي، يا إلهي على لقطة، يا له من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش. كرة تصل خطيرة باتجاه نيفيز، تمريرة بعد ذلك إلى سيرجي. الهجوم الهلالي مرة أخرى يعود، كأنه بتسديدة لكنها في يد الحارس على مرتين. يتراجع لتأدية أدوار دفاعية. وقت الهجمة نشوف أقرب لاعب لمناطق ياسين بونو. سالم عدى من الأول، سالم يحاول التمرير مع ليوناردو أمام أكثر من لاعب. سالم خطف، الله، عودا حميدا يا تورنيدو. والله اشتقنا لأيامك يا سالم. تورنيدو سالم بالهدف الرابع يأمن على النتيجة. اشتقنا لأهدافك، لمهاراتك، لأيامك، للقطاتك، لفنك الرفيع، لمستواك الكبير، للشخصية، للقيادة، للروح، للاعب المرشح من بين أفضل اللاعبين في العالم في قرار فيفا. شوف الكرة من لا شيء، هنا عدى من الأول، هنا مر، وهنا تحرك، وهنا خطف الكرة، وهنا تسجيل هدف، وهنا خطف الأجواء. سالم يعود لكم من جديد بليلة ب50% من مستواه كانت كافية ليكون نجم المباراة. 50 في المستوى، ربما 50%، ربما أقل من ذلك بالنسبة لتورنيدو، تكفي لأن يكون نجم هذه الليلة ويقضي تماما على آمال النجمة. إلى نيفيز، كرات هلالية، ثم بعد ذلك في اليسار عن طريق سالم، تحرك من ناصر. اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية المباراة. سيرجي بتسديدة لكن الحارس يتألق. تصدي رائع من جانب فيكتور براغا. ميلينكوفيتش سافيتش بالصربية سيرجي. أداء جيد في شوط المباراة الثاني. تصل كرة إلى مالكوم، كرة جميلة وراسية أخرى ليوناردو. فيها تسلل على ليوناردو في اللقطة الماضية، ولكنه كان في مكان التسلل. نشوف اللقطة من جانب مالكوم، تسلل على ناصر كان متسلل وليس ماركوس، وحاول على الجهة اليمنى، فرصة متاحة بهذه الكرة العرضية لكنها بعيدة. طبعا الحزم والخلود من الرأس، محاولة تقديم مستويات كبيرة، بينما هنا في هذه المباراة بنحد من فرق منطقة القصيم يؤدي أداء جيدا في هذه المباراة، لكن مع نتيجة تبقى سلبية بالتأكيد، ومع خسارة ثامنة على التوالي ليكون الرقم المدوي واللي تكرر بعد نادي الأنصار في 2000. كرة خطيرة لكن الإبعاد بجانب ياسين بونو. صافرة الحكم إذن سيداتي وسادتي تنطلق في هذه الأثناء لإنهاء المباراة بهذه الوضعية. لقد كانت ليلة صعبة على إنزاغي، لكنه يتجاوز هذا الفخ بنجاح، يحصل على انتصار جديد، ربما يتعرض لبعض الضغط لكنه يبقى يفوز وقريب من القمة. انتهى كل شيء سيداتي وسادتي، النجمة هدفين، الهلال 4. نشكركم على المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة.